السلام عليكم. تخيل، كلنا اتربينا على فكرة إن الكوكب ده ملوش أسرار خلاص، وإن الخريطة اتكشفت بالكامل قدامنا، والأقمار الصناعية والتطور الرهيب خلونا نتخيل إن الأرض بقت كتاب مفتوح، وإن زمن المغامرات الكبيرة والبحث عن المجهول انتهى خلاص. بس الحقيقة إن كل ده ممكن يكون مجرد خدعة، وإن لسه في مكان، قارة كاملة هي النقطة البيضاء الأخيرة اللي فاضلة على الخريطة، قارة أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي. احنا بنبص لها دلوقتي كأنها مجرد صحراء جليدية ميتة في أطراف العالم، بس هل فكرتوا إن الفراغ ده وراه حكايات تانية خالص؟ التلج اللي سمكه بيوصل لكيلومترات ممكن يكون مداري تحته عالم وتاريخ مختلف تماما عن اللي درسناه في الكتب، حضارات ضاعت وتكنولوجيا سبقت زمانها بآلاف السنين، وأسرار خطيرة خلت أعداء الكوكب يتفقوا سوا عشان يعزلوا القارة دي عن بقية البشر. أهلا بيكم، وتعال أحكي لكم عن قصة القارة المحرمة أنتاركتيكا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ. القصة بتبدأ فعليا في سنة 2016، والأقمار الصناعية بتعمل مسح شامل لسطح الأرض، وصورت لقطات غريبة لسلسلة جبال السورس في قلب أنتاركتيكا. لكن وسط البياض اللانهائي ده، الكاميرات لقطت حاجة غريبة جدا، حاجة مكانها مش طبيعي خالص، مش مجرد جبل طبيعي بقمة متعرجة، ده كان شكل هندسي مرسوم بالمسطرة، قمة ليها 4 جوانب حادة ومتساوية بتتقابل كلها في نقطة واحدة فوق من زاوية التصوير في الفضاء. وكان واضح جدا إننا قدام هرم، وطبعا العلماء طلعوا بالتفسير التقليدي الجاهز وقالوا إن دي مجرد قمة جبلية طبيعية، والرياح والتلج نحتوها بالشكل ده مع مرور السنين. بس الكلام ده كله ما أقنعش ناس كتير، لأن أغلب القمم اللي بتتنحت طبيعي بيبقى ليها وجهين أو 3 بالكتير، لكن 4 أوجه وبالدقة الهندسية دي حاجة نادرة جدا ومستحيل تقريبا تحصل من غير تدخل. والشك ده فتح الباب لنظريات تانية خالص، إن ده مش مجرد صخر طبيعي، ده هرم حقيقي بنته حضارة قديمة لما كانت أنتاركتيكا أرض خضراء، والنهاردة التلج كشف بس عن القمة بتاعته. ولو قارنت الصورة دي بصورة أهرامات الجيزة أو المكسيك، هتلاقي تشابه يخليك تشك إنهم كلهم طالعين من نفس كتالوج التصميم في زمن ضايع من عمر البشرية. والتكنولوجيا الحديثة كشفت حاجات تانية كمان متوزعة في كل مكان في القارة المتجمدة، في منطقة معزولة في شرق القارة. الصور لقطت حاجة تشبه بوابة ضخمة، فتحة مستطيلة مثالية محفورة في قلب جبل صخري، شكلها هندسي جدا بخطوط مستقيمة وحواف حادة، وده مخلي شكلها غريب جدا عن أي تكوين طبيعي حواليها. والضلمة اللي جوه الفتحة دي بتوحي إنها عميقة جدا، وفي باحثين قدروا إن حجمها ضخم لدرجة إن طيارة كاملة ممكن تعدي منها. ورغم إن التفسيرات العلمية حاولت تقول إن ده تأثير حركة التلج والرياح، إلا إن في اكتشاف تاني خلى الناس تشك في كل الكلام ده. وعلى جزيرة قريبة من الساحل، الأقمار الصناعية صورت مدخل كهف واسع عند قاعدة جبل، بس الغريب مش الكهف نفسه، الغريب كان الطريق اللي بيوصل له. عند قاعدة الجبل كان في خطوط أفقية غامضة مرصوصة بالتوازي، وبتطلع لفوق بالتدريج كأنها سلالم حجرية بتوصل لقلب الجبل. والشكل اللي يشبه السلم ده صعب جدا يتفسر بالنماذج الجيولوجية اللي نعرفها، لأن مفيش عملية طبيعية معروفة بتطلع الأشكال بالدقة دي. وعلشان نفهم إزاي ممكن يكون في أهرامات أو بوابات أو سلالم في المكان ده، لازم نمسح من خيالنا صورة الصحراء البيضاء ونرجع بالزمن لورا. أنتاركتيكا من غير تلج. أنتاركتيكا من أكتر من 100 مليون سنة كانت قارة دافية، والحرارة فيها كانت بتوصل ل21 درجة مئوية، يعني جو ربيعي مثالي للحياة. وأكيد الظروف دي سمحت بوجود نظام بيئي كامل. وهنا بيظهر سؤال منطقي جدا،
لو القارة كانت بالجمال ده، هل ممكن تكون قامت عليها حضارة قبل ما تتجمد؟ وعلم الآثار الرسمي بيرفض الفكرة دي تماما، وبيقول إن البشر ظهروا على الأرض من 300 ألف سنة بس، والتلج هناك بقاله 14 مليون سنة، يعني مستحيل يكونوا اتواجدوا مع بعض. بس رغم كده التاريخ مليان فجوات، واللي نعرفه أقل بكتير من اللي لسه مدفون تحت التلج. والأدلة على الماضي الأخضر لأنتاركتيكا مش مجرد تخيلات، الحكاية بدأت من أكتر من قرن، وبالتحديد سنة 1912 مع بعثة المستكشف البريطاني روبرت سكوت. تخيل رجالة تعبانين من البرد والجوع وسط القطب الجنوبي، وفجأة يلاقوا وسط التلج حاجة مش في مكانها خالص، ورقة شجر متحجرة بتفاصيلها وعروقها، نسخة طبق الأصل من ورق شجرة الزان اللي بيعيش في الأراضي الدافية. في الأول محدش صدق، بس الورقة كانت حقيقية، ودي كانت مجرد البداية. وفي أماكن تانية الاكتشافات كانت صدمة أكتر. في جزيرة ألكسندر الباحثين لقوا غابات كاملة متحجرة، أشجار طولها بيوصل ل7 متر لسه واقفة في مكانها، وحواليها بقايا غابة استوائية كاملة. وعمليات الحفر أكدت الكلام ده. وفريق من جامعة رايس الأمريكية اكتشف حبوب لقاح قديمة أثبتت إن المنطقة كانت متغطية بنباتات من 12 مليون سنة. ووسط كل الأدلة العلمية دي ظهر تقرير غريب جدا في مجتمع الجيولوجيين، نقل القصة لحتة تانية خالص من الغموض. فريق من العلماء ادعى إنه لقى بقايا مبنى عملاق جنب نهر دبل دي الجليدي، ووصفوه بإنه بناء حجري ليه أعمدة وأساسات. ولقوا هناك كمان عملات معدنية عليها رموز لحيوانات غريبة، وقطع أثرية ملهاش تفسير. والأغرب إن التقرير ده اختفى بسرعة ومفيش جهة رسمية أكدته، بس مجرد وجوده خلى الناس تسأل، هل اللي مدفون تحت التلج شوية شجر ولا حضارة بالكامل؟ ولو الحفريات كانت رسالة من الماضي، فخريطة بيري ريس كانت شباك على عالم مستحيل. في سنة 1513 ميلادية، لما كانت الخرائط الأوروبية لسه بترسم وحوش في أطراف العالم، الأدميرال العثماني بيري ريس رسم خريطة غيرت كل المفاهيم. الخريطة كانت رسم دقيق لسواحل أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بس الجزء الغريب كان في الجنوب مكان أنتاركتيكا. الخريطة ما كانتش رسمة مجرد فراغ أبيض، كانت رسمة قارة بتفاصيلها، بسواحل وجبال وأنهار، قارة من غير نقطة تلج واحدة. والسؤال هنا، إزاي رسام من القرن ال16 قدر يرسم شكل الأرض اللي مستخبي تحت الكيلومترات من الجليد؟ والإجابة الوحيدة المنطقية إنه ما كانش بيرسم من دماغه، ده كان بينقل من خرايط أقدم بكتير، خرايط من حضارة مفقودة قدرت تسافر البحر لما كانت أنتاركتيكا دافية. وطبعا الأوساط الأكاديمية رفضت النظرية دي، بس لما وصلنا للتكنولوجيا الحديثة والرادار المخترق للجليد، المفاجأة كانت إن البيانات رسمت خريطة لسطح القارة تحت التلج، فيها وديان وتلال وأنهار في نفس الأماكن اللي رسمها بيري ريس. وفجأة الورقة القديمة دي بقت دليل إدانة للتاريخ اللي بنعرفه. والاهتمام بأنتاركتيكا ما كانش مجرد شغف مستكشفين. في السنين اللي سبقت الحرب العالمية التانية كان في اهتمام من نوع تاني. في سنة 1938 والعالم بيحبس أنفاسه قدام أطماع ألمانيا النازية، هتلر وافق شخصيا على بعثة سرية لأنتاركتيكا، ورسميا قالوا إنها رحلة اقتصادية عشان زيت الحيتان. بس سفينة شوابنلاند اللي طلعت من هامبورغ ما كانتش شايلة بس علماء وبحارة، دي كان عليها ضباط فنيين وممثلين للحزب النازي كمان، ووجهتهم كانت منطقة معينة، وبدأوا يرموا سهام ألمونيوم عليها الصليب المعقوف عشان يثبتوا ملكيتهم للقارة. وسموا الأرض دي شوابيا الجديدة، ورسموا خرائط لمساحات ضخمة جدا
وخلصوا المهمة ديت في فبراير 1939 قبل الحرب بشهور، ورجعوا بآلاف الصور والبيانات اللي اختفت بعدها تماما. والسؤال اللي لسه فضل مطروح، هل فعلا كان الموضوع عشان زيت الحيتان، ولا النازيين كانوا بيدوروا على حاجة تانية في أطراف الأرض؟ ولما الحرب العالمية التانية خلصت، انتشرت همسات بتقول إن الفكر النازي لسه عايش ومستخبي في مكان ما، وكل العيون اتجهت للجنوب، للقارة اللي زاروها قبل الحرب. والنظرية بتقول إن هدفهم الحقيقي كان تأسيس حصن أخير أو قاعدة سرية مدفونة تحت الجليد بعيد عن أي عيون. والكلام ده كان هيفضل إشاعة لولا اللي حصل في يوليو سنة 1945. فجأة ظهرت غواصة ألمانية يو 530 في قاعدة بحرية في الأرجنتين، وبعدها بشهر ظهرت غواصة تانية يو 977. قادة الغواصات ديت استسلموا، بس لما اتسألوا كانوا فين الفترة دي كلها رفضوا يتكلموا. وده خلى ناس كتير تعتقد إنهم كانوا في مهمة سرية لتوصيل قيادات نازية أو شحنات ثمينة لقاعدة مخفية. ولحد النهاردة مفيش دليل مادي، بس في عالم المخابرات غياب الدليل مش معناه إن التهديد مش موجود. والهمسات دي وصلت لواشنطن وتحولت لقلق حقيقي، وأمريكا ما كانتش هتسيب الاحتمال ده للصدفة. وفي سنة 1946 والعالم لسه بيلم جراحه، أمريكا أطلقت أضخم بعثة عسكرية للقطب الجنوبي، وهي عملية هاي جامب. ورسميا قالوا إن المهمة دي علمية، بس الأرقام بتقول حاجة تانية خالص، لأن كان في 4700 جندي و13 سفينة وحاملة طائرات. وإحنا هنا مش بنتكلم عن فريق أبحاث، إحنا قدام جيش كامل بقيادة الأدميرال ريتشارد بيرد. والأسطول اتحرك للجنوب، والهدف المعلن كان رسم خرائط واختبار معدات في البرد. بس الكل كان حاسس إنهم بيدوروا على القاعدة النازية المزعومة. وفجأة وبدون سابق إنذار الأسطول انسحب بالكامل ورجع أمريكا قبل انتهاء مدة البعثة. والإشاعات اللي سربها الجنود قالت إن في طيارات اتدمرت ومواجهات حصلت مع عدو مجهول. يا ترى إيه اللي رعب الجيش الأمريكي وخلاه يهرب من قارة فاضية ما فيهاش أي حاجة؟ والأدميرال بيرد رجع من العملية وهو إنسان تاني خالص، والصمت اللي فرضته البحرية كان وراه أسرار كتير. وبعد سنين ظهرت وثيقة بيتقال إنها مذكراته السرية، بيحكي فيها إنه في طلعة استكشافية طيارته دخلت منطقة غريبة جدا والأجهزة بتاعته عطلت، ولقى نفسه طاير فوق وادي أخضر ودافي وشاف حيوانات شبه الماموس. وبيقول إنه اتقابل مع مخلوقات متقدمة خدته لمدينة تحت الأرض اسمها أجارسا، وحذروه من الأسلحة النووية وتدمير البشر للأرض. وطبعا المذكرات دي ما تمش تأكيد صحتها، بس في مقابلة صحفية سنة 1947 حذر ريتشارد بيرد من إن أمريكا ممكن تتعرض لهجوم من المناطق القطبية. ولو افترضنا إن المذكرات بتاعته دي مزيفة، إيه اللي شافه هناك خلاه يقول كده؟ ومذكراته بتقول إن سكان أجارسا بيراقبونا من زمان، بس التهديد النووي هو اللي خلاهم يتدخلوا. وفكرة الأرض المجوفة بتقول إن كوكبنا فيه حضارات متطورة تحت القشرة الأرضية، وأجارسا هي المملكة الأكبر. والكلت والمايا والتبت كلهم حكوا عن مدن تحت الأرض، بس بيرد ربطها بالواقع. وبعد الحرب انتشرت قصص عن أجسام طائرة غامضة وصامتة وسريعة جدا، والبعض ربط بينها وبين التكنولوجيا السرية للنازيين. والقيادة النازية كانت مهووسة بالسحر، والجمعيات السرية زي جمعية سول وجمعية فيرل اللي كانوا بيؤمنوا بطاقة كونية لا نهائية. والنظريات بتقول إنهم اتعلموا أسرار الطاقة دي من مخلوقات غير بشرية وطبقوها في تكنولوجيا الأطباق الطائرة، وظهر اسم ديجلوك أو الجرس
وده جهاز لغز بيطلع وهج مميت وبيقدر يتلاعب بالزمن والفضاء. وفي سنة 1947 السما فوق أمريكا اتملت بأجسام مجهولة، وده بدأ سباق عملية بيبر كليب لجمع العلماء الألمان وأسرارهم قبل ما السوفييت يوصلوا لها. والتكنولوجيا دي الألمان ما عملوهاش لوحدهم، ده كان عن طريق تواصل غامض. وبعيدا عن الجيوش كان في حكايات عن وحوش في الأعماق زي أسطورة النينجان، وده كائن أبيض ضخم بملامح بشرية بيظهر في مياه أنتاركتيكا وطوله بيوصل ل30 متر. هل دي هلوسة برد وعزل ولا ده مخلوق بحري غير مكتشف؟ وبتنضم ليه كمان أسطورة اسمها الكراكن. وفي 2016 الأقمار الصناعية صورت اضطراب ضخم في المية قرب جزيرة ديسيبشن، وظهر ظل لكائن عملاق بيجر وراه مجاديف ضخمة، والناس فكرت إنه الوحش الأسطوري اللي بيسحب السفن. ووسط كل الألغاز دي بيفضل السؤال: ليه قارة أنتاركتيكا هي قارة محرمة؟ وليه في سياج من السرية والقوانين عليها؟ الإجابة ممكن تكون في معاهدة أنتاركتيكا سنة 1959، لأن كان فيها 12 دولة متفقين إن القارة دي للعلم وللسلام بس، ومنعوا أي نشاط عسكري. والتوقيت ده في عز الحرب الباردة يخليك تشك في هدفهم الحقيقي. إيه اللي خلى الأعداء يبقوا حلفاء فجأة؟ ولحد النهاردة الدخول للقارة مراقب بشدة، والموافقة محتاجة إجراءات معقدة، وقلب القارة ممنوع الطيران فوقه، وكأنها سجن جليدي العالم اتفق إنه هيفضل مقفول للأبد. بس كل سجن وليه نقطة ضعف، وسجن أنتاركتيكا نقطة ضعفه الشمس. التلج اللي حارس الأسرار بدأ يدوب، والانهيارات الجليدية بقت مستمرة، والذوبان ده مش مجرد كارثة بيئية، ده عد تنازلي لأكبر كشف في تاريخنا. كل طبقة بتختفي بتقربنا من الحاجات اللي شافتها الأقمار الصناعية، والعلماء بيسألوا: هل ممكن قارة أنتاركتيكا ترجع خضرة تاني؟ بس السؤال الأهم: لما ترجع خضرة تاني هنلاقي فيها إيه؟ شجر بس، ولا تاريخ هينسف كل اللي نعرفه ويبدأ تاريخ جديد أغرب وأخطر من كده؟ وبكده وصلنا لنهاية قصتنا. ياريت تكون قصة النهاردة عجبتكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا قصصنا الجاية أول بأول. ولو بتشوفونا من على صفحة الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للصفحة. مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.